في إطار تنفيذ البرنامج الوطني اللي يخص تنظيم التظاهرات العلمية والتقنية في مصالح الصحة العسكرية، انطلق اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 فعاليات اليوم 18 للطب الجراحي واليوم السادس تاع الشبه طبي في المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة التابع للناحية العسكرية الخامسة. وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة اللواء نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة بحضور ممثلين عن السلطات المدنية وضباط وإطارات من مختلف الوحدات الصحية العسكرية، زيادة على أطباء واختصاصيين من هياكل صحية عسكرية ومدنية. وتجي هذه الأيام العلمية في سياق جهود متواصلة باش يرفعوا من مستوى التكوين الطبي داخل المنظومة العسكرية، ويطور قدرات الإطارات الطبية وشبه الطبية باش تواكب التطور العلمي والتقني اللي راه يعرفوا مجال الطب الجراحي، خاصة قدام التحديات الصحية اللي نعيشوها في الوقت الحالي. هذه الفعالية تعتبر فرصة مهمة باش يشجعوا البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المختصين، وزيد فرصة باش يتعرفوا على آخر المستجدات في التشخيص والعلاج والتدخل الجراحي. التظاهرة راهي دايمة يومين كاملين، وفيهم محاضرات علمية ومداخلات مختصة وورشات تطبيقية يشرف عليهم خبراء وأساتذة في عدة ميادين، خصوصاً اللي تخص علم الأعصاب الإدراكي وكيفاش يتم التعامل مع صدمات متعددة. هذا المجال يعتبر واحد من أهم المحاور اللي ركزوا عليها هذه السنة، خاطر مهم بزاف في المحيط العسكري، وين لازم الكفاءة العالية والسرعة في التشخيص والتدخل مع الإصابات المعقدة. الورشات راح تركز ثاني على تحسين مستوى التكفل بالمرضى وتطوير طرق التشخيص المبكر للأمراض المزمنة اللي ولات تمثل تحدي كبير قدام المنظومات الصحية وطنياً ودولياً. ومن المنتظر يعرض تجارب ناجحة من هياكل صحية عسكرية ومدنية باش يستفادوا منها المشاركين ويتبادلوا أفضل الممارسات. وأكد المنظمين أن هذه الأيام العلمية ولات تقليد سنوي ينتظره المهنيون في القطاع الصحي العسكري، خاطر يوفر فضاء للتكوين المستمر والتعرف على أحدث التجهيزات الطبية والبروتوكولات العالمية. وزيد هذه الحدث يعتبر منصة لتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الصحية العسكرية والمدنية في إطار تحسين خدمات الرعاية الصحية في البلاد. ويذكر أن المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة واحد من أكبر وأهم المراكز الطبية في الشرق، ويلعب دورا كبير في التكفل بالمرضى وتكوين الأطباء الجدد بفضل الطاقم اللي راه متمرس والتجهيزات الحديثة اللي يملكها واللي تسمح بإجراء عمليات دقيقة ومعقدة. وتجي هذه التظاهرة باش تأكد مرة أخرى التزام المؤسسة العسكرية بالرفع من مستوى التكوين والرعاية الصحية تماشياً مع توجيهات القيادات العليا لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للعسكريين والمدنيين.